تختلف مع يونس في النقطة ديال بغى يعطي يمكن ديك الشرف ديال مناقشة تجربة حكومية ديال 10 سنين كان سعد الدين العالمي، لا من غيره. أنا كنظن أكثر تجربة يمكن كتب وقيل عنها هي تجربة ديال التناوب. لا، ممن قادوها عبد الرحمن اليوسفي أول من دار قراءة في اللحظة ديال بروكسل. هذه قراءة ماشي معطيات طبعا، ولكن لا، الكتاب ديالو فيما بعد ما فيش تفاصيل. طبعا ما فيش تفاصيل. يمكن هنا فين كيكون الاختلاف، الاختلاف بين الشخصيه والشخصيه اخرى. كنظن الناس ديال الاتحاد الاشتراكي اغلبهم تكلم، سي محمد الياز غير تكلم، سي عبد الواحد الراضي الله يرحمه تكلم، ماشي بهذا ماشي بنفس الطريقه، لانه مع اختلاف بنفس الكشف عن التفاصيل. يمكن لانه حاله هادو اكثر تحررا، حاله السلم السياسي اللي كانت ديك المرحله والتنضج السياسي ربما ماشي هو اللي كاين. لان نقدر نعتبر ان الطبيعات الشخصيه ديال نقدر نعتبر ان البوح زعما الاقرب هو اللي كان دار سعد العالمي ديال حزب الاستقلال. سعد العالمي كان سعد العالمي العنصر كذلك، والعنصر كذلك تحدث بالكثير من التفاصيل، واللي كان لا في سعد العالمي ولا العنصر اللي كان مفيد فيهم هو ديك الجزء الاخر ولا الوجه الاخر للعمله، هي تجربه التناوب اللي تكلم فيها اكثر وهما الاتحاديين. روايتهم الاستقلاليين ما تكلموش بزاف، ما تكلموش ناس الحركه الشعبيه، الحكومه ديال الجطو والحكومه ديال عباس الفاسي الى غير ذلك. ولكن عموما الثقافه ديال القراءه ديال التجربه السياسيه هذه ثقافه محموده، ولكن ردود الفعل العنيفه لا تشجع على البوح، لا تشجع على الكشف. علاش؟ لان الجمهور تعود أن يطلب من أي واحد خرج للواجهة أن يقول ما يرتضيه الجمهور. ما باغيش يسمع من الرميد يقول لهم الدولة العميقة نعمة. لو خرج الرميد وقال الدولة العميقة كارثة في المغرب لطبل له المطبلون. أنا فين عندي الإشكال الكبير مع التجربة ديال البي جي دي، هو هذا الوهم اللي بغاو يسوقوه للمغاربه بان السياسه في المغرب بدات في 2011 مع انتخابات 2011، بان الحكومه والعمل الحكومي والنقاش والترافع والدوله العميقه مع الدوله اللي ماشي عميقه والدوله ديال الكوان مع اللي ماشي الدوله ديال الريتشوسي بدات مع تجربه العداله والتنميه. كنت اعتقد بان ديك اش كيسميوها دهشه البدايه كتكون في البدايه. ما زال الناس ديال البي جي دي يعيشون دهشه البدايه بحال هذاك الشيء، حيت يلاه اول مره كيدخلوا كيشوفوا واش واقع، قاسوا شويه كيشوفوا من موقع المسؤوليه كيف يتم تدبير جزء من الدوله، باش ما نقولش غير الدوله. اما الاشكال ديال السي عبد الاله بن كيران اكثر الناس ماشي بوحا، فضفضه، يفضفض كيفضفض، ما زال يعيش البلوكاج، حالة نفسية، وبكل الحب الممكن للسي بن كيران خصو يتعالج منها، خصو يخرج منها. ويمكن هذا الشيء اللي كيخلي ذاك النفور بينه وبين سعد الدين العثماني، لان عادة المريض كتكون عنده فوبيا الطبيب. والله كون كنديروا واحد الديو زويون يسمع ليه، لا سياسيا ولا طبيا وعلميا. اذا السي بن كيران المفروض ماشي يدير الخطاب السياسي وينتج القاموس السياسي إرضاء لحالة نفسية ترتبت على 2016. هنا كنشوفها غير أنانية، كنشوف المغرب كله بمقياس ونظارة عبد الإله بن كيران. الفوق راضي عليه، الفوق واعر، الفوق جبد ليه ودنيه، ولكن راه بلاتي كيفاش وكذا وكذا وكذا.
تشاوروا معايا بشي حاجه، خبروني بشي حاجه، داك الشيء راه زوين، كلشي هو هذاك، انا اللي درت القرار وقعت عليه، داك الشيء زوين، ما كنتش مشارك فيه، فبالتالي داك الشيء خايب. حالة نفسية مستعصية كيتحمل مسؤوليتها بن كيران، وكذلك المحيطون به ممن يتقنون التصفيق، حتى أن بن كيران عيش النشوة القصوى ديالو هي ملي كيقول شي نكتة وكيصفقوا عليه الناس.